السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم إن شاء الله نشارك معكم بسكوي على شكل نور الشمس، كيجي رائع جدا، كيجي هكذا مقرمش وفي نفس الوقت كيجي هكذا هشيش بمقادير جد بسيطة وكذلك بطريقة جد سهلة. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. نبداو بالمقادير والطريقة في نفس الوقت. أول حاجة كناخد إناء كنوضعو فيه 2 ديال الملاعق كبيرة ديال الزبدة اللي كتكون مملوءة جيدا، ثم كنضيفو عليه هكذا واحد رشيشة ديال الملح، يعني هكذا غير واحد القبيصة ديال الملح، ثم كنضيفو كاس صغير ديال سكر ناعم اولا سكر بودرة، كاس صغير ما يعادل نصف كاس ديال العنبة، ثم كنضيفو هكذا بيضة كاملة. بالنسبة لهنا السكر ناعم يعني يكون هكذا مغربل من قبل طبيعة الحال، ثم كنضيفو كاس صغير كذلك ديال زيت نباتية، يعني نفس الكاس اللي عبرنا به السكر كنعبرو به الزيت كذلك، يعني ما يعادل نصف كاس ديال العنبة، ثم كنضيفو هكذا واحد نص معلقة صغيرة ديال النكهة ديال البرتقال. أنا استعملت النكهة ديال البرتقال، نتوما يمكن لكم تستعملوا أي نكهة بغيتوها، يعني النكهة ديال الحامض أولا الفاني أولا ساشيت الفاني أولا سكر فاني، يعني كيبقى لكم اختياري طبيعة الحال. يمكن لكم كذلك ديروا القشرة ديال البرتقال، يعني هكذا واحد المعلقة كبيرة ديال القشرة ديال البرتقال أولا معلقة كبيرة ديال القشرة ديال الحامض، يعني هنا بالنسبة للنكهة كتبقى لكم على حسب الذوق ديالكم طبيعة الحال. ثم كنبداو أننا كنخدموا هاد المكونات ديالنا جيدا، يعني هكذا غير بيدين. يمكن لكم تستعملوا الخلاط اليدوي أولا الخلاط الكهربائي أولا الميكسور، تطحنوا فيه المكونات جيدا حتى كتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون بحال الكريمه، يعني بهذا الشكل هذا. ثم ملي كنخلطوا الخليط ديالنا يعني هكذا كنخدموا يعني داك الزبده مع السكر وكذلك يعني البيض والزيت، كنضيفوا هكذا دقيق. انا هنا غادي نضيف كاس ونص ديال العنبه ديال الدقيق في الاول، ثم كنجمعوا العجين ديالنا وحنا كنضيفوا الدقيق شويه بشويه، ثم كنضيفوا كيس ديال الخميره ديال الحلوى وزن 8 غرام اولا بيكين باودر. بالنسبه للدقيق كيبقى لكم على حسب الخليط، يعني كتضيفوا الدقيق تدريجيا وانتم كتجمعوا العجين حتى كتحصلوا على واحد العجين اللي كتكون رطبه. بالنسبه للدقيق اهم حاجه انه يكون ديال الحلويه، يعني يكون من النوعيه الجيده، وكذلك يكون مغربل من قبل. ثم ملي كنجمعوا العجين ديالنا كنحصلوا على واحد العجين بهذا الشكل هذا اللي كتكون يعني رطبه ومتماسكه في نفس الوقت، يعني ما كتكونش هكذا مرخوفه. ثم كنقسموا العجين ديالنا الى نصفين. بالنسبه للنصف الاول كنحتفظوا به او كنزلوه هكذا على جنب. بالنسبه للنصف الثاني كناخذو كنضيفوا له معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. بالنسبه الكاكاو يعني الا باغيين تستعملوا الكاكاو الحلو كديروا 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو الحلو باش هكذا تحصلوا على اللون اللي كيكون غامق. من الاحسن انكم تستعملوا الكاكاو المر، كيعطينا اللون يعني من احسن يعني من الكاكاو الحلو. ثم كنجمعوا العجين ديالنا وكنخليوها انها ترتاح. انا هنا غادي ناخذ هكذا العجينه الاولى اللي خلينا يعني هكذا ترتاح، كناخذوا هكذا كيس بلاستيكي كننزلوا فوق طاوله ديال العمل، كننزل فوق منه ديك الكره ديال العجينه ديالنا وكننزلوا فوق منها كيس بلاستيكي ثاني، ثم كناخذوا هكذا المدلك كنبداو اننا كنورقوا العجين ديالنا. بالنسبه للعجين ديالنا ما تكونش رقيقه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش غليظه، يعني تكون هكذا قادر انكم يعني تحكموا فيها، تكون هكذا شويه غليظه، يعني ما تكونش رقيقه بزاف، يعني بحال الشكل ديال صابلي اولا يعني البسكويت العادي، يعني ما تكونش رقيقه بزاف او في نفس الوقت يعني ما تكونش غليظه، يعني يكون الحجم ديالها متوسط. انا هنا ملي ورقت العجين ديالي غادي نبدا انني كناخذ هكذا القطعه هذه بهذا الشكل هذا، يعني على شكل دائري، فقط انها تكون هكذا مسنه في الجوانب. يمكن لكم تاخذوا اي قطعه، انا هنا كما كتلاحظوا بالنسبه للحجم ديالها هكذا كبير، يمكن لكم تاخذوا يعني من الحجم ديالها اللي كيكون صغير، يعني كيبقى لكم اختياري طبيعه الحال، فقط كما قلت لكم انها تكون هكذا مسنه من الجوانب.
انا هنا غادي نبدا انني نقطع العجين ديالي. بالنسبه للعجين يمكن لكم تورقوه هكذا في ورق ديال الزبده اولا يعني الورق اللي ديال الفرن، يعني باش هكذا تسهل لكم العجينه ديالكم انها يعني انكم تورقوها. بالنسبه انا خديت هنا اللاطه درت فيها الورق ديال الزبده، وغادي نبدا انني يعني نزول هكذا البسكويت ديالي ونبدا ننزلو في اللاطه. بالنسبه لللاطه انا هنا فقط درت فيها الورق ديال الزبده. نتوما يمكن لكم تنزلوا فيها البسكويت مباشره بلا ما تدهنوها بلا حتى حاجه، لانه البسكويت فيه الزبدة يعني ما غاديش يتلصق لينا في اللاطة نهائيا، لانه يعني الحلويات اللي فيهم الزبدة وكذلك يعني لي بسكويت اللي كيكون فيهم الزبدة يعني بلا ما تدهنوا اللاطة، لانه ما غاديش يتلصق لكم البسكويت لانه فيه هكذا الزبدة. فقط الا ما فيش هكذا الزبدة يمكن لكم تدهنوا هكذا اللاطة بشويه ديال الزيت. انا هنا فضلت انني نفرج فيها داك الورق ديال الزبده. وهنا انا بالنسبه لي شكلت العجين ديالي كامل، نزلت هكذا في اللاطه، خديت العجينه يعني السوداء اولا اللي درنا ليها الكاكا، وكنبداو اننا كنورقوها بنفس الطريقه يعني اللي ورقنا بها العجينه الاولى. يعني الحجم ديالها كذلك يكون بنفس الحجم ديال يعني اولا السمك ديالها يكون نفس العجينه الاولى، يعني ما تكونش غليظه وفي نفس الوقت يعني ما تكونش رقيقه بزاف، يعني حنا قادرين اننا نتحكموا فيها. ثم كناخذوا هكذا قطعه اللي كتكون اصغر من القطعه الاولى اللي قطعنا بها البسكوي ديالنا في الاول. فقط بالنسبه هنايا انا نستعمل الجهه اللي كتكون يعني ما مسمناش يعني تكون هكذا ملسه، يعني ما يكونش فيها ديك السنينات. باش ممكن لكم تاخذوا هكذا يعني هكذا بوق ديال الحلوى يكون هكذا فقط صغر من القطعه الاولى، اولا يعني هكذا شي غلقه يعني ديال هكذا تكون صغيره على القطعه الاولى. يعني يمكن لكم هنا بالنسبه لهاد الدوائر هادو يمكن لكم تقطعوهم باي حاجه، يعني ماشي ضروري انكم تستعملوا قطعه يعني بهذا الشكل هذا. يمكن لكم يعني تقطعوهم فقط يعني بالهذا بشي غلاقه اولا كيما قلت لكم شي يعني هكذا شي بوق هكذا اللي كيكون صغر من القطع اللي قطعنا بها البسكويت في الاول. وكناخذوا نفس القطعه اللي قطعنا بها العجينه ديالنا اللي درنا ليها الكيكه، وكنبداو نقطعوا بها العجينه ديالنا او البسكويت ديالنا اللي نزلناها في اللاطه. كما كتلاحظوا فقط يعني كنقطعوا كما قلت لكم من الجهه اللي كتكون ماشي مسنه، يعني كتكون ملسه، يعني باش هكذا يعني انا هنا غادي نبقى بنفس الطريقه حتى نقطع العجين ديالي كامله. يعني هنا ضروري نفس القطعه اللي قطعنا به العجينه ديالنا اللي درنا ليها الكاكاو كنقطعوا بها العجينه ديالنا ولا البسكويت ديالنا اللي شكلنا. ثم ملي كنقطعوا العجين ديالنا كامله ولا البسكويت ديالنا كامله كنزول ديك التقطيعه اللي قطعناها ولا العجين يعني اللي قطعناه هكذا من الوسط، فقط كنخليو ديك الدوائر ديال البسكويت. انا هنا غادي نبقى بنفس الطريقه حتى كنزول ديك العجينه كامله، يعني كنحاولوا اننا فقط نهزوا العجينه من الوسط بلا ما نقيسوا ديك الدائره، يعني بلا ما نهرسوها اولا يعني نضغطوا عليها. ملي يعني نزولوا ديك العجينه ديالنا كامله كناخذوا هكذا ديك العجينه اللي درنا ليها الكاكاو يعني اللي قطعنا من قبل كنزلوها في وسط يعني ديك الدائره ديال البسكوي وكنضغطوا عليها جيدا، وكذلك كنضغطوا على ديك الجوانب اولا ديك الدائره ديال البسكوي يعني حتى كتكونوا يعني ملصقين مع بعضياتهم، يعني ديك الدائره اللي درنا ليها الكاكاو وديك الدائره ديال البسكوي تكون هكذا ملصقه مع بعضياتها. يعني كنضغطوا هكذا جيدا بالاصبع ديالنا يعني حتى يعني حتى يبان لنا انها متلصقه جيدا باش هكذا ما تفرقش لينا، يعني ملي طيب انها يعني ما تفرقش مع بعضياتها، يعني فيها الخميره ومازال غادي يعني هكذا تخمر وتلصق مع بعضياتها، ولكن يعني ضغطوا عليها جيدا ولصقوا العجين مع بعضياتها هكذا بالاصبع ديالكم وضغطوا عليها جيدا حتى تاكدوا ان
العجينة اللي درنا ليها الكاكاو على ديك الدائرة ملصقة مع العجينة اللي درنا ليها الكاكاو، وكنبقاو بنفس الطريقة حتى نشكلوا الكمية كاملة. كناخدو هكذا فرشيط كنبداو اننا كنديرو هكذا تقابيل في ديك يعني العجينة اللي درنا ليها الكاكاو فقط، يعني هي اللي كنتقبوها هكذا في الوسط، كنتقبوها هكذا كاملة يعني بالفرشيط كما كتلاحظوا في الفيديو، اولا كتاخذوا هكذا واحد العود ديال الشواء يعني تقبوا به العجين ديالكم فقط. بالنسبه لديك الدائره ديال يعني بالعجينه البيضاء ما كنقيسوهاش نهائيا، يعني هي يعني ما كنتقبوهاش بالفرشيط فقط، غير ديك العجينه اللي درنا ليها الكاكاو هي اللي كنتقبوها فقط. انا هنا غادي نبقى بنفس الطريقه حتى نتقب هكذا البسكويت ديالي كامل. ثم غادي نبدا انني نشكل هكذا البسكويت ديالي باش هكذا يعطيني الشكل ديال نور الشمس. كنبدا هكذا بالنسبه لديك الجوانب ديال البسكويت ديالنا كنضغطو هكذا يعني كنضغطو عليهم هكذا بالفرشيط كما كتلاحظوا في الفيديو، يعني كنضغطو فقط على ديك الدائره اللي كتكون بالعجينه البيضاء. يعني بالنسبه للعجينه السوداء ما كنقيسوهاش نهائيا، يعني ما كنوصلوهاش بالفرشيط نهائيا، فقط كنضغطو غير على الجوانب باش هكذا كما قلت لكم اننا تعطينا الشكل ديال نور الشمس. كما كتلاحظوا كنضغطو هكذا جيدا باش هكذا يبان الشكل ديالها كما كتلاحظوا في الفيديو. انا هنا غادي نبقى بنفس الطريقه حتى نشكل العجين ديالي كامله، يعني حتى نضغط عليها كامله هكذا. انا هنا غادي يعني فقط كما قلت لكم يعني ما كنوصلش ديك العجينه اللي درنا ليها الكاكاو، فقط كنضغطوا عليها غير من الجوانب. ملي شكلت لك العجين ديالي كامله كنسخن الفرن على 200 درجه هكذا واحد 5 ديال الدقائق، المهم حتى كيسخن هكذا جيدا. ثم كنقصوا النار على 180 درجه وكندخلوا البسكويت ديالنا كنخليوه يطيب على نار يعني 180 درجه من الفوق ومن التحت حتى كيطيب لينا ويتحمر. نفس الحاجه بالنسبه للفرن ديال الغاز، يعني يكون هكذا الفرن مسخن من قبل، ثم كتنقصوا النار حتى كتولي متوسطه وكتدخلوا له البسكو كتخليوه انه يطيب ويتحمر هكذا من الفوق ومن التحت، وكذلك يعني من الجوانب، يعني النار تكون متوسطه حتى كيطيب يعني ويتحمر، وكتزولو وكتخليوه يعني هكذا كنزلوه في الطبق ديال التقديم. وهذا هو الشكل ديالو النهائي. صراحه كيجي رائع جدا كما كتلاحظوا. كتخليوه يعني هكذا يعني ما تقيسوش في الاول، يعني كتخليوه حتى كيبرد، لانه في الاول كيجي هكذا شي جزء دغيا كيتهرس، خليوه حتى كيبرد. وانا هنا غادي نقرب لكم الصوره باش تشوفوا كيفاش كيجي على هذا الشكل. هذا صراحه كيجي رائع جدا وكيجي محمر ويعني كيجي مقرمش، وفي نفس الوقت كيجي هكذا هشيش كما كتلاحظوا، يعني دغيا كيتهرس معانا. وصراحه كيجي رائع في المذاق ديالو وكذلك في الشكل ديالو. كنتمنى هاد الوصفه هذه او هذا البسكوي هذا انه ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسوش انكم تشاركوه مع الاصدقاء والعائله، وكذلك انكم تدعموني بلي لايك وبتعاليق، وكذلك انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش هكذا يوصلكم كل ما هو جديد. اذا مع العائله نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.